كل ما أجي أعمل جملة بالإنجليزي أتوه، أحس الكلمات متلخبطة. دي بتوصف بالظبط إحساس ناس كتير قوي وهم بيتعلموا لغة جديدة. الإحساس ده إن الواحد يكون عايز يقول حاجة بس الكلمات كلها متلخبطة جوه دماغه ومش عارف يبتدي منين. بس الخبر الحلو بقى إن الموضوع ده ليه حل، ومش أي حل، لا ده حل بسيط جدا كمان. النهاردة هنشوف مع بعض خطوة بخطوة إزاي نحول الإحساس باللخبطة ده لثقة ونعرف نبني أي جملة إنجليزية عايزينها من الألف للياء. طيب إيه الخطة بتاعتنا؟ الموضوع متقسم لكذا جزء بسيط. الأول هنعرف القاعدة الذهبية للجمل، بعدين إزاي نضيف تفاصيل عشان نخليها أحسن، بعدها هنيجي للأسئلة والنفي وهنشوف إزاي نكبر الجملة البسيطة ونخليها معقدة، وفي الآخر في حيلة كده اسمها مين بيعمل إيه هتغير كل حاجة. يلا بينا نبدأ؟ تمام قوي، يلا بينا نبتدي بالجزء الأول. هنا بقى هنتكلم عن الأساس اللي قايم عليه كل حاجة، القاعدة اللي لو فهمناها صح حرفياً مش هنغلط في تكوين أي جملة إنجليزية تاني، بسيطة كانت أو معقدة. القاعدة دي بتقول إيه بقى؟ بسيطة جداً، فاعل بعده فعل بعده مفعول، subject verb object. دي التركيبة السحرية، أي جملة إنجليزية مهما طالت أو قصرت لازم يكون فيها الثلاث مكونات دول بالترتيب ده. خلينا نقول إن اللي يفهم المعادلة دي يبقى كده قطع أكتر من 90% من المشوار. طب تعالوا نفصصها أكتر عشان تبقى واضحة زي الشمس. الفاعل ده ببساطة هو مين اللي بيعمل الأكشن، الفعل هو الأكشن نفسه، والمفعول هو اللي بيقع عليه الأكشن ده. يعني زي ما شايفين في المثال، مين اللي بيعمل؟ أنا، I. بيعمل إيه؟ بياكل، eat. بياكل إيه؟ الفطار، breakfast. سهلة خالص صح؟ طيب عرفنا الأساس، ودلوقتي يجي الجزء الممتع. إزاي ناخد الجملة البسيطة دي ونبدأ نكبرها؟ إزاي نضيف عليها تفاصيل تخلي الكلام مش بس صح، لأ كمان له معنى أعمق وأوضح. يعني مثلا جملة زي دي She reads books، بسيطة ومباشرة، بتطبق القاعدة بتاعتنا بالملي. الفاعل she، الفعل reads، المفعول books، ما فيهاش أي تعقيد. طيب إيه اللي حصل هنا؟ الموضوع كله إننا ضفنا كلمة صغيرة قوي، English. الكلمة دي وصفت الكتب، فبدل ما هي بتقرأ كتب وخلاص، لأ دي بتقرأ كتب إنجليزية. شوفوا إزاي بكلمة واحدة الجملة بقى ليها معنى أدق، بس التركيبة الأساسية بتاعتنا الفاعل والفعل والمفعول لسه زي ما هي. وممكن نكبرها أكتر كمان. شوفوا هنا She reads English books to improve her vocabulary. هنا احنا ضفنا ليه هي بتعمل كده، ايه السبب؟ عشان تحسن مفرداتها. الجملة كبرت وبقى فيها معلومات أكتر بكتير. بس لو رجعنا للأصل، الأساس بتاعنا، هنلاقيه لسه زي ما هو، محدش لمسه، فاعل فاعل مفعول. كده عرفنا نعمل الجملة ونكبرها. طب لو عايزين نسأل سؤال أو ننفي الجملة دي، هل الموضوع صعب؟ دي ليها برضو طريقة سهلة جدا وشبه المعادلة بالظبط. بص الموضوع بسيط ازاي. لو عايزين نسأل في الغالب بنبدأ بكلمة do، زي do you like music. ولو عايزين ننفي كل اللي بنعمله إننا بنحط don't أو doesn't قبل الفعل، زي I don't eat fast food. يعني هي مجرد كلمة بنضيفها في مكان معين وخلاص كده. الجزء ده بقى هو اللي فيه السحر كله. ركزوا معايا عشان هنشوف ازاي جملة صغيرة من كلمتين تلاتة ممكن تكبر وتكبر لحد ما تبقى جملة طويلة ومعقدة ومليانة تفاصيل، وكل ده هيحصل خطوة خطوة بمنتهى السلاسة. تعالوا نمشي معاها واحدة واحدة. الأساس بتاعنا I study English، جملة بسيطة خالص. بعدين زودنا معلومة الوقت every day، وبعديها معلومة المكان at home، وبعديها السبب to improve my speaking، وفي الآخر خالص الطريقة using simple podcasts. شايفين إزاي؟ إحنا كأننا بنبني بيت طوبة فوق طوبة، والأساس اللي هو I study English لسه موجود وثابت في مكانه. كل اللي فات ده جميل ومهم، بس في نقطة أخيرة، ودي يمكن أهم نقطة في الموضوع كله. في حيلة صغيرة كده هتساعدنا نتجنب أكبر غلطة ممكن أي حد بيتعلم لغة يقع فيها، الغلطة اللي هي أساساً سبب اللخبطة اللي بنحس بيها. ده بتفتكروا إيه هي الغلطة دي؟ إيه أكتر حاجة بتلخبطنا وإحنا بنحاول نتكلم أو نكتب بالإنجليزي؟ فكروا فيها كده لثانية. هي دي بالظبط، إننا نفكر في الجملة بالعربي الأول وبعدين نبتدي نترجمها كلمة كلمة للإنجليزي، وده أكبر فخ ممكن نقع فيه. ليه؟ لأن ببساطة ترتيب الكلام في العربي غير ترتيبه في الإنجليزي، فالنتيجة بتكون جملة مكسرة وملهاش معنى. طب والحل؟ الحل بقى في الحيلة البسيطة دي. بدل ما نترجم من عربي لإنجليزي، هنسأل نفسنا 3 أسئلة بسيطة بالترتيب. أول حاجة مين؟ ده هيدينا الفاعل. تاني حاجة بيعمل إيه؟ ده هيدينا الفعل. تالت حاجة لإيه أو لمين؟ وده هيدينا المفعول.
لما نعمل كده إحنا بنجبر مخنا يفكر بالترتيب الصح بتاع الإنجليزي، والجملة بتطلع سليمة لوحدها من غير أي مجهود. وهنا بقى السؤال الأخير اللي هنسيبه، هل ممكن فعلا أي جملة مهما كانت طويلة ومعقدة تتبسط في الآخر للثلاث أسئلة دول؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تغير طريقة تعاملنا مع اللغة الإنجليزية كلها. جربوها بنفسكم المرة الجاية لما تيجوا تعملوا جملة، وشوفوا إزاي اللخبطة بتتحول لثقة.